السلام عليكم متابعي قناة مجاحيد الكرام. مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال النار والدمار بين الأيقونة المغربي العملاق محمد توشاسي والمقاتل الأردني عبد الله الجابري، فشاهدوا معنا هذا النزال الممتع. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو قادم. أقيم اليوم أحد أقوى وأشهر النزالات في تاريخ الكيك بوكسينج، والذي كان ينتظره الجميع بأحر من الجمر، والذي جمع بين المقاتل المغربي والذي يلقبه محبي الكيك بوكسينج بخليفة الأسطورة العالمي بدر هاري، والغير مهزوم على الإطلاق العملاق محمد توشاسي، والذي جمعه القدر مع المقاتل الأردني عبد الله الجابري. وعند انطلاق الجولة الأولى من النزال بدأ المقاتلان بتبادل اللكمات والركلات بينهما. لكمات قوية من المقاتل العملاق محمد توشاسي تربك حسابات المقاتل الأردني عبد الله الجابري. Tough cookie, Abdullah. Long left hook. Ooh, hard exchange. Gracious me. Heard it through the whole venue. Yeah. وفي بداية الجولة الثانية قرر العملاق المغربي محمد توشاسي نهاية النزال، فبدأ بالضغط على المقاتل الأردني عبد الله الجابري. وهنا كانت المفاجأة، لكمة يمينية مدمرة من المقاتل العملاق محمد توشاسي أسقطت المقاتل الأردني عبد الله الجابري على الأرض، مما جعلت الحكم يتدخل على الفور ويبدأ بالعد له. ولكن المقاتل الأردني عبد الله الجابري قرر مواصلة النزال، فأرسل عدة لكمات للمقاتل المغربي العملاق محمد توشاسي. لكمة يمينية مدمرة جعلت المقاتل الأردني يتراجع إلى الخلف. وهنا جاءت اللحظة الحاسمة، ركلة يمينية موجهة من المقاتل محمد توشاسي أسقطت المقاتل عبد الله الجابري على الفور. وهنا بدأ الحكم بالعد له للمرة الثانية، ولكن المقاتل الأردني عبد الله الجابري قرر مواصلة النزال، فاتجه نحو المقاتل محمد توشاسي، ولكن هذا الأخير أرسل له لكمة يسارية مدمرة أسقطته على الفور، ليتدخل الحكم وينهي النزال بفوز العملاق محمد توشاسي. إن أعجبك المقطع فلا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا بنشر المزيد. دمتم سالمين يا أبطال.